أهلاً بيك في قناة هيرسكوب. لو أنت من مواليد برج الجوزاء أو حتى بتحب تتابع أخبار البرج ده، الفيديو ده معمول ليك. فيه هنكشف لك أسرار وتوقعات الفلك لشهر أغسطس 2025 في كل جوانب حياتك: الحب، الشغل، الفلوس، الطاقة والعلاقات. يلا نبدأ ونشوف الفلك مخبي لك إيه الشهر ده. الحب والعلاقات. شهر أغسطس هيبقى زي لعبة شد الحبل في العلاقات العاطفية. لو مرتبط، احتمال يحصل شوية احتكاكات بسبب اختلاف في وجهات النظر أو سوء تفاهم بسيط، خصوصاً في أول أسبوعين. بس لو عرفت تتحكم في ردود أفعالك وتدي مساحة للحوار الهادي، العلاقة هترجع تمشي كويس. للعزاب، الفرص موجودة وبقوة. في لقاء غير متوقع ممكن يحصل في مناسبة اجتماعية أو حتى من خلال السوشيال ميديا. بس خلي بالك، مش كل بريق ذهب، فاختار بعقلك قبل قلبك. أكتر الأبراج اللي ممكن تجذبك ليها الشهر ده: القوس، الميزان، والحمل. الشغل والفرص المهنية. الشغل في أغسطس فيه فرص، بس لازم تبقى مركز. ممكن يظهر مشروع جديد أو عرض شغل مفاجئ، خصوصاً بعد يوم 12، لكن هيتطلب منك مجهود وتركيز عالي. لو بتفكر تغير كارير أو تبدأ بزنس خاص، الشهر ده مناسب جداً لخطوة أولى، بس مش التنفيذ الكامل. لو شغال في مجال إبداعي أو في تواصل مع الناس زي التسويق أو الإعلام، هتلمع وتتميز. ركز على التواصل الواضح وما تتسرعش في الردود، لأن كلمة واحدة ممكن تفتح لك أبواب أو تقفلها. المال والوضع المالي. في شوية اضطراب مالي في بداية الشهر بسبب مصاريف غير متوقعة أو التزامات عليك من الشهر اللي فات، لكن بعد منتصف أغسطس الفلك بيقولك في رزق جاي، بس لازم تكون جاهز تستغله. لو في فلوس مستنية تتحصل أو مشروع متأخر، احتمال الأمور تبدأ تتحرك في الاتجاه الصح من يوم 17. نصيحة الشهر: راجع ميزانيتك وخلي في بالك فكرة التوفير، لأنك هتحتاج مبلغ بسيط قريب لاستثمار مهم أو تصليحات منزلية. الطاقة والحالة النفسية. انت أصلاً برج متقلب، وأغسطس مش هيسيبك في حالك. الطاقة في أول أسبوع ممكن تبقى متخبطة شوية، خصوصاً مع وجود ضغط شغل أو مشاكل بسيطة في البيت، لكن بمجرد ما الشمس تدخل برج العذراء، هتحس إنك عاوز تنظم حياتك وتراجع نفسك وتشتغل على تطوير ذاتك. اعمل ريست لنفسك عن طريق تمشية في أماكن خضراء أو جلسات تأمل، أو حتى تطلع رحلة صغيرة مع أصحابك. البعد عن الدوشة مهم جداً الشهر ده. العلاقات العامة. فيها نشاط حلو في نص الشهر، ممكن يقابلك ناس جداد أو ترجع تتواصل مع أصدقاء قدام كانوا مختفيين. خلي بالك من حوارات فيها نميمة أو نقل كلام، لأنها ممكن تضر علاقتك بناس مهمة. لو بتتعامل مع شريك في شغل أو صديق مقرب، حاول تبقى صريح، لأن الشكوك ممكن تكبر حاجات ملهاش لازمة. الكوكب بينصحك بإيه؟ لو الكلام من فضة، ساعات السكوت من ذهب. مش كل حاجة لازم تترد عليها في ساعتها. الشهر ده محتاج منك هدوء وصبر، وهتشوف إن الأمور كلها بتتظبط لوحدها لما توقف تدخل في كل تفصيلة. المريخ بيشحنك طاقة، فاستغلها في الحاجات اللي تستاهل، وسيب الباقي على ربنا. حابب تعرف توقعات باقي الأبراج؟ تابعنا على قناة هيرسكوب، واعمل لايك وسبسكرايب عشان توصلك باقي الحلقات أول بأول. واكتب لنا في الكومنتس إيه أكتر حاجة حسيت إنها لمستك الشهر ده. جيميناي.